ايه، جيت يا نعمة اختي؟ ايوه يا سي عبد المجيد. امال ما دخلتهاش بالشربات يا جمالات؟ جاية حالا يا اخويا. شربات ايه يا اختي؟ ايه انت هتكسي ولا ايه؟ انا مش بتاعت الحاجات دي، هو انا لسه صغيره على الكلام الفارغ ده؟ ما الصغيرة ده ايه؟ خشي يا عروسة، شيلي الشربات وخشي شيلي. يلا يلا يا نعمة. يا سي عبد المجيد اسمع. ايه يلا امال يا حبيبتي، خشي، ده مش هيكلفنا حاجة ابدا، هيشورك على حسابه. ايه دي الجوازة اللي تفرح، خشي خشي. يا اهلا يا اهلا يا معلم. اهلا بيك يا سعد المجيد افندي. اتفضل يا نعمة. نعمة يا معلم بطاوي. اهلا وسهلا يا اهلا. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. اتفضل يا معلم الشربات. تشكر. اتفضل يا متولي. الله الله، على فين يا نعمة؟ معلش بقى مكسوف. لا مؤاخذة يا معلم. لا ابدا يا سعد المجيد، ما هي لازم تعمل كده. خلاص يا سعد المجيد، اتفقنا. متفقين يا معلم، في صحتك. اشرب بقى وانبسط يا سعد المجيد. ما تاكلي يا نعمة حتة فرخيتك، الله مالك؟ انا عارف مالها. إذا ما كنتيش هتاكلي حتتك هاتي حتة يا نعمة. خد يا حبيبتي. وانا اديني حته يا نعمه. خد يا حبيبي. وانا كمان. خدوا اهو. ايه الحكاية يا نعمة، مالك؟ مفيش حاجه. رايحة فين؟ رايحه انام. سيبها، دي تلاقي الفرحة مش سايعاها. ما بقتش عارفه اتصرف ازاي يا يوسف. شايفه الفرحه ماليه البيت، اختي اللي عمرها ما ابتسمت الضحكه ما فرقتش وشها، الولاد الدنيا ما كانتش سايعاهم من الفرحه وهم بياكلوا الفراخ والبيض. عبد المجيد جوز اختي لاول مره الاقيه بيتكلم مع اختي زي البني ادمين وبياخد ويدي معاها. اهو خفت اهد ده كله، خفت اطلع اللقمه من بقهم. ده العيال كانوا بيبصوا لي وفي عينيهم كل الامتنان والشكر لان السبب في انهم بياكلوا الفراخ. من سنين طويله وهم ما يعرفوش منظرها. مسؤوليه كبيره قوي عليا. ما بقتش عارفه اتصرف ازاي ولا اعمل ايه. طب والحل؟ مش عارفه. مش عارف يعني ايه؟ يعني هتتجوزيه مثلا؟ مين اللي قال كده؟ ده لو حتى ما بحبكش لا يمكن اقبله، ده حرامي وغشاش. انت مضطرة يا حرام. ما قلتلك ما فيش اي قوه هتجبرني على الجواز وانا مش عايزه. يعني ايه؟ يعني هتصرف. انت بتخرفي بتقولي ايه؟ ما بخرفش يا اختي ولا حاجه. طب الاول كنت بتتحججي ان اللي بيقولك فقرة، دلوقتي حجتك ايه؟ اهو راجل غني ومقتدر وعلى العال. اذا كنت خايفه طول عمري اشقي ولادي بالفقر، فانا اذا اتجوزت الراجل ده ابقى جنيت عليهم وعلى